الدين دمرتاش، الزعيم الكردي البرلماني الكردي ل4 دورات من 2007 ولغاية 2015، المرشح لرئاسة تركيا في الانتخابات التي شهدتها تركيا في 2018، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي سابقا، والسجين الحالي في السجون التركية. ماذا يقول عنه الآن حزب العمال الكردستاني؟ لماذا يصفه الحزب بأنه ليس ثوري ولم يكن ثوريا في أي من الأوقات، ومن السذاجة توقع صدور مواقف ثورية من صلاح الدين دمرتاش؟ ما هي القصة؟ قصة تخوين صلاح الدين دمرتاش من قبل من؟ من قبل حزب العمال الكردستاني PKK، وضمن الآلة الإعلامية وفي الأوساط الداخلية الحزبية. هذا سيكون موضوع هذا الفيديو إن كان الأمر يهمكم، وأعتقد أنه الأمر يهمكم. إذن احملوا فناجين القهوة وإلى كما رأيتم في الفيديو، هذا هو موقع ليكولين، موقع مرتبط مباشرة بزعيم حزب العمال الكردستاني جميل بايك. الزعيم الفعلي الحقيقي للحزب حاليا هو جميل بايك، وليس عبد الله أوجلان المسجون في السجون في سجن جزيرة إمرالي. هذا الموقع هو موقع أمني يدير كل التفاصيل الإعلامية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات العقل الأمني لحزب العمال الكردستاني
موجود في هذا الموقع. عندما يكتب هذا الموقع مقالا ضد شخص، هو كتب ضدي أيضا. هذا الموقع سبق وتحدث عن هذا الأمر، على أنه هوشانغ أوسي هو العدو رقم 1 لحزب العمال الكردستاني في الصحافة الصفراء. الآن هذا الموقع يتناول صلاح الدين دمرتاش، والأوساط العربية يعني تعرف المعنيين بالشأن الكردي أو المشتغلين في القضايا البحثية أو أي شخص متابع، إذا أدخل اسم صلاح الدين دمرتاش في محركات البحث ستظهر لديه نتائج يعني لا حصر لها، من حتى باللغة التركية أو باللغة الكردية أو باللغة العربية، وحتى يمكن باللغة الإنجليزية، غالبا باللغة الإنجليزية والفرنسية أيضا. هذا الشخص صلاح الدين دمرتاش تحدث عنه، يعني لن أخوض في التفاصيل، لكن هنالك خطوط عامة. يعني هو من أين، من أي منطقة؟ من منطقة العزيز، مواليد 73، محامي، كان يعني ضمن فريق المدافعين عن أوجلان، وأيضا كان يعني ناشط حقوقي، دخل في المعترك السياسي منذ 2007. كان يعني أول دورة برلمانية شارك في الانتخابات كمستقل. طبعا منذ 2007 هو ضمن الحراك الانتخابات التشريعية التركية، ويفوز بعضوية البرلمان التركي. أول مرة فاز فيها كان 2007 لغاية 2011، هذه هي المرة الأولى. المرة الثانية أيضا كانت من 2011 لغاية 2014، المرة الثالثة من 2014 لغاية 2015، المرة الرابعة من 2015 يعني من 23 يونيو، انتخابات 23 يونيو 2015 ولغاية 1 أكتوبر 2015. ثم يعني أيضا في انتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا من 17 نوفمبر 2015، انتخابات مبكرة، ولغاية 2018، يعني مش يمكن 5 دورات. واعتقل بسبب على خلفية علاقته مع حزب العمال الكردستاني أو التهم المنسوبة إليه. طبعا حزب العمال الكردستاني رشح أو نصب أو وضع هذا الشخص، هذا المحامي، بماضيه السياسي، بماضيه الحقوقي، بالكاريزما التي يتمتع بها، على رأس حزب الشعوب الديمقراطي الممثل حاليا في البرلمان التركي. كل هذا الماضي لصلاح الدين دمرتاش، الماضي الموالي لحزب العمال الكردستاني، لكن الحزب استهدفه وبدأ يعني يخون صلاح الدين دمرتاش، على أنه كان هنالك خونة، ظهر هنالك خونة في السجون التركية في فترة الثمانينات من حزب العمال الكردستاني. على سبيل الذكر للحصر، يلدرم ماركيت مؤسس وعضو لجنة مركزية لحزب العمال الكردستاني، شاهين دونماز مؤسس وعضو لجنة مركزية في حزب العمال الكردستاني، الاثنين استسلموا للسلطات التركية وتنازلوا وأدلوا بالمعلومات عن الحزب وعن رفاقهم وأصبحوا خونة. الآن حزب العمال الكردستاني يعتبر صلاح الدين دمرتاش تتمة لهؤلاء الخونة، ويصفه لأنه لم يكن ثوريا في يوم من الأيام، وهو حاليا أيضا ليس ثوريا، وقد استسلم للسلطات التركية بعد كل هذا السجل. لماذا؟ لأنه في فترة من الفترات صلاح الدين دمرتاش صرح أنه سيأتي اليوم الذي سينصبون فيه يعني تماثيل ونصب تذكارية لعبد الله أوجلان سابقا،
قبل فترة صرح للإعلام إعلام حزب الشعب الجمهوري أو قنوات إخبارية مقربة من حزب الشعب الجمهوري الكماليستي نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك، صرح صلاح الدين دمرتاش أنه ندم على ذلك التصريح. تصريح يعني يعني تشكيل نصب تذكاري أو هياكل أو تماثيل لعبد الله أوجلان. وكان هل هذا هو السبب الذي دفع حزب العمال الكردستاني على أنه خائن وتنازل؟ ومن أنت حتى تقرر تشكيل نصب تذكاري لأوجلان أم لا؟ الشعب هو الذي يقرر، المناضلون هم ومن بقية تفاصيل الخطاب التشنيعي التشويهي التشهيري الكاذب الذي يستهدف هذا الرجل. طبعا هذا الرجل قبل أيام يعني تعبيرا عن تضامنه مع نساء إيران والنساء إيران ككل أكراد فرس أذريين حلق شعره على الصفر. الكثير من الأصدقاء قالوا أنه ربما هذا يعني تضامنه مع نساء إيران يعني أنه ضد النظام الإيراني، والنظام الإيراني حليف لحزب العمال الكردستاني في الثمانينات في التسعينات وحتى هذه اللحظة. سأتوقف حول علاقة حزب العمال الكردستاني مع إيران في فيديوهات قادمة باللغة العربية يعني مع توخي التوثيق في هذا الخصوص. بعض الأصدقاء قالوا ربما هو هذا هو السبب. لا، ليس هذا هو السبب. الموضوع شيء آخر. هو الآن ضمن مقالة ليكولين متهم صلاح الدين دمرتاش، متهم من قبل حزب العمال الكردستاني أنه يريد شق صفوف الحزب، يعني هو منشق أو يحاول بث الشقاق داخل تنظيمات الحزب. في 2011 أنا أيضا أرسلت رسالة نقدية طويلة لحزب الاتحاد الديمقراطي وانتقدت سلوك هذا الحزب وسلوك حزب العمال الكردستاني في سوريا وآليات التعاطي مع الثورة السورية والانتفاضة الشعبية السورية عندما كانت سلمية، واستخدام حزب العمال الكردستاني منطق العنف والسلاح في حل الخلافات السياسية. وقتها كتبت أنه أنا أرفض لبننة روجافا، التعامل مع المختلفين كما يتعامل حزب الله مع الفرقاء اللبنانيين. ماذا كان الرد؟ نفس الكلام الموجه لصلاح الدين دمرتاش: أنت تريد دق أسافين في تنظيماتنا وتريد يعني خلق البلبلة في صفوف الحزب وشق تنظيمات الحزب وفصل كرد سوريا عن PKK ومن هذا المنطق. الآن صلاح الدين دمرتاش أيضا متهم أنه يريد فصل حزب الشعوب الديمقراطي أو حزب هدب عن قرار وإرادة وإملاءات جميل بايك وقيادة الحزب في قنديل. هذا هو السبب الأساسي. وفي تقديري أنه حزب الشعوب الديمقراطي أو تيار صلاح الدين دمرتاش هنالك نوع من التناغم مع هذا التيار مع عبد الله أوجلان، وهذا ما يخشاه ويرفضه من جميل بايك المتواجد في قنديل، هو ودوران كالكان ومصطفى قرصو ورزا ألدون والبقية الذين استولوا على حزب العمال الكردستاني. هؤلاء ساعدوا عبد الله أوجلان للاستيلاء على الحزب طيلة فترة الثمانينات والتسعينات. الآن هم الذين استولوا على الحزب وهم الذين يديرون شؤون الحزب. ولا تصدقوا كل هذه الأكاذيب: القائد أوجلان والتجريد ضد قائد أوجلان، كله كلام فاضي وللاستهلاك وللاستثمار. حجم التعنيف والترهيب والتشويه والاستهداف
الذي حاليا يتعرض له صلاح الدين دمرتاش أعتقد أنه لكسر إرادة عين كل قيادات وكوادر ومعتقلي حزب العمال الكردستاني في السجون التركية، من ضمنهم عبد الله أوجلان. من قبل من؟ من قبل جميل البايك. يعني جميل بايك حاليا يريد أن يوسع صلاح الدين دمرتاش يعني تخوينا وتشويها لكي يرتدع أو لكي يردع قيادات أخرى من حزب العمال الكردستاني داخل السجون أو داخل حزب هادب، حزب الشعوب الديمقراطي. حاليا الآن ضمن الأوساط التنظيمية والحزبية الضيقة، وبدأ الأمر أيضا يتسرب للجماهير استهداف لصلاح الدين دمرتاش من قبل الحزب على أنه مستسلم وخائن ويريد أن يرضي الدولة ويريد أن يرضي الكماليست. علما في انتخابات بلدية اسطنبول عبد الله أوجلان أصدر تعليمات رسمية لحزب الشعوب الديمقراطي أن لا يصوتوا لمرشح حزب الشعب الجمهوري، لكن قيادة قنديل أصدرت أوامر وفاز مرشح حزب الشعب الجمهوري الكماليستي الكمالي ببلدية دياربكر، وخسر بن علي يلدرم مرشح الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية. إذن من التهمة الموجهة إلى صلاح الدين دمرتاش أنه أدلى بتصريحات لإعلام مقرب أو إعلام حزب الشعب الجمهوري، بينما قيادة قنديل وجميل بايك نفسه أصدر تعليمات بأن الأصوات الكردية في اسطنبول تذهب إلى مرشح حزب الشعب الجمهوري جهبة CHP. هذا من جهة. من جهة أخرى عبد الله أوجلان نفسه عندما جرى اعتقاله قال أنا أمي تركية وأنا أريد أن أخدم تركيا وأريد أن أضع حزب العمال الكردستاني في خدمة المصالح التركية وليس فقط قضية عفرين. أوجلان نفسه قال أنه أتمنى أن تتفهموا حساسية الأتراك في الشمال السوري، وانسحب حزب العمال الكردستاني من عفرين وتركها للأتراك وللتنظيمات التكفيرية الجهادية تعيث فسادا في عفرين، والمسلسل الآن قائم. القوات الموالية لتركيا تنسحب والقاعدة وجبهة النصرة تستولي على عفرين، وتستمر مأساة عفرين التي يتحمل مسؤوليتها حزب العمال الكردستاني بشكل عام من أوجلانه إلى جميل بايكه وقيادة الحزب في جبال قنديل بشكل خاص. إذا وضعنا إثم صلاح الدين دمرتاش في ميزان العلاقة مع الكماليست ومع الدولة التركية ومع حزب الشعب الجمهوري، نرى أنه يعني هذا الخطأ أو الإثم أو الخيانة لا يقاس بما اقترفه جميل بايك وعبد الله أوجلان في العلاقة مع الدولة التركية، الميت التركي يعني MIT الاستخبارات التركية والجيش التركي. يعني اطلاقا يعني لا يوجد هنالك مجال للمقارنة. إذا وضعنا حزب العمال الكردستاني وأوجلان في نفس الميزان الموجود في مقالة موقع ليكولين، موقع اللي أنا أتيت على ذكره في بداية هذا الحزب، سنرى بأن وزر وإثم حزب العمال الكردستاني بجميل بايك بعبد الله أوجلان كبير ولا يقاس إطلاقا ببعض التصريحات التي أدلى بها صلاح الدين دمرتاش للإعلام التركي أو إعلام مقرب من حزب الشعب الجمهوري. طيب هذا الأسلوب، هذا السلوك في التعامل مع العناصر المدنية،
هذا الاستخفاف، التشويه. صلاح الدين دمرتاش مجرد نحن من صنعناه، عثمان بايدمر نحن من صنعناه، عثمان بايدمر عمدة ديار بكر السابق والبرلمان الكردي السابق حاليا موجود في بريطانيا هرب. نحن حزب العمال الكردستاني نصنع البرلمانيين والأصوات التي يحصلون عليها، نحن يعني من نفعل ذلك. هذا السلوك السخيف والقميء والدنيء والوسخ في يعني التعاطي مع المختلفين أو المنشقين أو مش المنشقين، اللي عندهم شوية شخصية، شوية خصوصية، وينسبونهم للميت التركي وأنه عملاء للأتراك واستسلموا للأتراك. يعني هذا الكلام يقال عني أيضا يعني من قبل حزب العمال الكردستاني وأزلام هذا الحزب على أساس أنه أنا تابع للاستخبارات التركية وزعيمهم عبد الله أوجلان موجود ومحمي من قبل الاستخبارات التركية. وهنالك قنوات ارتباط، مراد قرائلان نفسه تحدث عن قنوات الارتباط مع الميت التركي والاتصالات مع الاستخبارات التركية. حزب العمال الكردستاني مخترق من قبل الاستخبارات التركية، إن لم يكن الحزب ككل إحدى أدوات الاستخبارات التركية، إن لم يكن هو من بقضه وقضيده من ساسه لراسه من بابه لمحرابه أداة وورقة في يد الاستخبارات التركية. فبكل تأكيد الاستخبارات التركية قد اخترقت هذا الحزب إعلاميا وعسكريا وحتى أمنيا. لكن هذه التهمة اللي هم مدانون بها ومتلبسون بالجرم المشهود يحاولون إلقاها على كل من ينتقد هذا الحزب على أساس أنه عميل للأتراك. بعد الحمقى والسذج يعني قبل يعني وصلني أنه يعملون ندوات أو جلسات على هوشانغ أوسي أيضا أنه هوشانغ لدينا أدلة ووثائق وسنكشفها في حين. لا حبيبي يا صاحب الأدلة، تعال هون أنت اللي عم تحكي عن الأدلة، شوفي عندك أدلة اكشفها رجاء رجاء. أنا صار لي 10 سنين ما عم حاكيك لك، يعني لا أتحدث إليك أصلا، لا أنت ولو كل المجموعة هي ند أو خصم لي في هذا المضمار، لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الثقافي ولا على المستوى الإعلامي والأدبي. إذا كانت لديك أي أدلة رجاء لا تتكتم عليها، أنشرها على الملأ لكي يستفيد الشعب الكردي. كم واحد اللي بيتابعوا هوشانغ أوسي هم أيضا يتوقفوا عن متابعة هوشانغ أوسي وانتقاداته اللاذعة لحزب العمال الكردستاني. لا تتكتم على الأدلة، أرجوك أتوسل إليك، يعني أي دليل ضد هوشانغ أوسي مثبت وموثقة تؤكد علاقته بالنظام التركي أتمنى أن تكشفها اليوم قبل الغد. عموما يعني هؤلاء لم يكونوا ولن يكونوا في يوم من الأيام لا ندا ولا خصما في يعني موضوع انتقاد حزب العمال الكردستاني وكشف حقيقة هذا الحزب للرأي العام الكردي والرأي العام العربي. ولو كنت أجيد يعني لغات أخرى لكنت كشفت حقيقة هذا الحزب بتلك اللغات أيضا. إجمالا هذا الحزب الذي يعتاش على التخوين، ذهنية التخوين، عقلية التخوين، ثقافة التخوين متأصلة في هذا الحزب. دعونا نعد 40 سنة إلى الوراء إلى المؤتمر التأسيسي لهذا الحزب. من بقي من الكوادر والقيادات المؤسسة للحزب؟ كم عدد الأشخاص اللي هم من القيادات الصف الأول المؤسسين لهذا الحزب وقام الحزب بتصفيتهم بتهمة الخيانة؟ إلى اللائحة ونناقشها معا.
تاريخ حزب العمال الكردستاني مشوب بالكثير من الأمور الغامضة. واقع هذا الحزب، راهن هذا الحزب أيضا مشوب بالغموض والشبهات وحتى الاتهامات. لكن أبرز نقطة في هذا التاريخ هو مسألة التخوين. مسألة التخوين، وإذا أجرينا إحصاء لعدد الأشخاص اللي كانوا ضمن الحزب وتم تخوينهم بسبب أنه انفصلوا عن الحزب أو تم تصفيتهم داخل الحزب، سنصل إلى أرقام فلكية مهولة في هذا الإطار. لكن وهنالك روايتان، رواية رسمية تتحدث عن تاريخ الحزب على أنه عبد الله أوجلان هو صاحب كل شيء، هو صاحب الفضل في كل شيء، وحفر البئر بإبرة وأخرج الأكراج من القبر ومن السبات وجعلهم يتكلمون، وكل هالتفاصيل وهالأكاذيب والخرافات والأوهام المنصوبة لأوجلان وأسطرت أوجلان وأسطرت حزب العمال الكردستاني، هذا كله تجدونه في الرواية الرسمية ضمن أدبيات حزب العمال الكردستاني. لكن هنالك رواية أخرى، رواية الضحايا، رواية المنشقين، الرواية التي فيها الكثير من الحقائق. أنا يعني مطلع على الرواية الرسمية، عدت إلى بعض الروايات الأخرى، روايات المنشقين، واستفدت كثيرا يعني من مقالات وكتابات يعني وفيديوهات سليم تشروكيا، وأحد القيادات المؤسسة المهمة. صحيح أنه لم يحضر المؤتمر التأسيسي، لكن لديه كتب في غاية الأهمية تناولت حزب العمال الكردستاني، من ضمنها كتاب مهم جدا، آيات آبو أو آيات عبد الله أوجلان، صدر باللغة التركية في 93 94، وترجم إلى اللغة العربية أيضا، وترجم إلى اللغة الألمانية. هذا الكتاب كان سبب إصدار عبد الله أوجلان قرار الإعدام بحق سليم تشروكيا. سليم تشروكيا الذي قضى ما يزيد عن 10 سنوات في السجون التركية مدافعا عن قضية حزب العمال الكردستاني وحقيقة وهوية حزب العمال الكردستاني، على أنه حركة تحرر وطني ويريد تحرير كردستان بالضد من الهيئة التي ظهر عليها عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي، وأثناء المحاكمة والتنازلات يعني التي طرحها. استفدت من كتابات صالح آراس، استفدت من مقالات يعني من مجموعة من المقالات والدراسات لعناصر منشقة من حزب العمال الكردستاني، ليكون فكرة أعتقد أنه يعني فيها الكثير من الموضوعية. حزب العمال الكردستاني كان عبارة عن مجموعات، عن خلايا بقيادتين، قيادة موجودة في أنقرة واسطنبول، قيادة عبد الله أوجلان ومن معه، وقيادات أخرى موجودة في كردستان في المدن الكردية، اللي لها الأساس الدور الاستراتيجي في التغلغل التنظيمي ضمن المدارس وضمن القرى والمدن، والعبء الأكبر كان على مجموعة كردستان مش مجموعة أنقرة. هذا من جهة. من جهة ثانية كانوا يسمون بثوار كردستان أو يسمون أنفسهم بثوار كردستان. في 77 78 بدأ الإعلام التركي ينسب هذه المجموعة النشطة التي لم تعلن عن نفسها بعد بأبوجي أو أبوجو، يعني هي كلمة مركبة تركية الأصل، يعني نسب المجموعة السياسية إلى شخص بطريقة قروية ريفية. هذه التسمية رفضها أو كل عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني في المحاكمات في فترة الثمانينات. الآن ما رفضه مظلوم دوغان، خيري دورمش، كمال بير،
عاكف يلماس، فرهاد كورتاي، علي تشيتشك، كل هذه القيادات التي فقدت حياتها في السجون التركية، الآن هذه التسمية الريفية القروية الرجعية المتخلفة يتباهى حزب العمال الكردستاني بها، الحركة الآبوتشية والحركة الآبوتشية، يعني الاسم الآخر لحزب العمال الكردستاني. المؤتمر التأسيسي انعقد في قرية فيس تابعة لمنطقة لجة تابعة ولاية ديار بكر. قرية فيس تابعة لمنطقة لجة في ولاية ديار بكر آمد الكردية في كردستان تركيا. المؤتمر انعقد في 27 نوفمبر 1978. حضر هذا المؤتمر 23 شخص. طبعا هم اتخذوا قرار أنه لا يمكن لكل القيادات لضرورات أمنية أو كذا لكل القيادات أن تحضر المؤتمر. مثلا محمد قراسنجر لم يحضر مؤتمر فيس أو المؤتمر التأسيسي، سليم شروكيا لم يحضر، دليل دوغان لم يحضر، كثير من القيادات البارزة والمؤسسة لهذا الحزب لم تحضر هذا المؤتمر، واعتمد ضمن الرواية الرسمية أنه هو المؤتمر التأسيسي. لكن مؤتمر 1978 في قرية فيس لم يعتمد اسم حزب العمال الكردستاني. جرى بعد هذا المؤتمر اجتماع موسع في بينغول في عام 1978. في هذا المؤتمر أو في هذا الاجتماع الموسع أو الكونفرنس أيضا لم يتم اعتماد اسم حزب العمال الكردستاني. في نفس العام في منطقة عنتاب أيضا عقد اجتماع موسع لحزب العمال الكردستاني. هناك اقترح فرهاد كورتاي من مدينة ماردين وعضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني، اقترح اسم حزب العمال الكردستاني PKK وجرى اعتماد هذا الاسم. لكن الملاحظ أنه عبد الله أوجلان حضر المؤتمر التأسيسي في عام 1978 لكنه لم يحضر لا اجتماع بينغول في عام 1979 ولا اجتماع عنتاب 1979. يعني اسم حزب العمال الكردستاني طرحه أحد القيادات وبقية قيادات الحزب صوتوا عليه ووافقوا على هذه التسمية، وأوجلان لم يكن موجودا. أوجلان لم يحضر اجتماع بينغول ولا اجتماع عنتاب. أوجلان أين كان موجود في دمشق وفي لبنان، هرب وقت ذاك، هرب. الكثيرون يتحدثون عن عبد الله أوجلان أنه عبقريته تنبأ بالانقلاب العسكري. الانقلاب العسكري متى حدث؟ في 12 أيلول 1980، وهو خرج من تركيا في 79 في ربيع أو في صيف 79 خرج من تركيا قبل اجتماع بنغول وقبل اجتماع عنتاب. إذن عبد الله أوجلان لم يحضر الاجتماعين الاستراتيجيين اللذين في الاجتماع الثاني في اجتماع عنتاب اتخذ يعني بشكل رسمي واعتمد واتخذ اسم حزب العمال الكردستاني. لنعود إلى المؤتمر التأسيسي. من بقي الآن من الكوادر المؤسسة؟ المؤتمر الذي عقد في قرية فيس عام 1978. الأسماء الموجودة أمامي هم القيادات المؤسسة أو القيادات التي حضرت مؤتمر فيس أو مؤتمر التأسيسي لحزب العمال الكردستاني في 27 نوفمبر 1978 لنرى يعني ماذا حل بهم. واحد، محمد خيري درمش فقد حياته الإضراب عن الطعام في 82 في تموز 82 بدأ
الإضراب 14 تموز، وفقد حياته بعد مرور يعني ما يزيد عن 45 إلى 50 يوم من الإضراب حتى الموت. مظلوم دوغان هو أيضا يعني كان من القيادات المقاومة، وكان يعني من المثقفين والمسؤول الإعلامي عن في حزب العمال الكردستاني في المؤتمر التأسيسي. فقد حياته، انتحر في سجن ديار بكر بأن شنق نفسه. ليس يعني الرواية الرسمية أنه أضرم النار بنفسه في عيد النوروز وكل هالقصص هي مش صح. أنا ذكرت في فيديوهات سابقة وبشكل موثق ومن أدبيات الحزب كيف أنه يعني إضافة الأسطرة والخيال السياسي والخيال الثوري. هو شخصية مناضلة نعم، قائد مهم نعم، مثقف وثوري نعم، لكن الأسطرة الإضافات الأسطورية الأخرى عن مظلوم دوغان ليست صحيحة برواية الحزب، بوثائق الحزب. عبد الله أوجلان ما زال موجود في سجن جزيرة إمرالي. ساكنة جانسس من القيادات النسائية المؤسسة، وهي يعني كانت من مناضلي السجون، وحضرت مؤتمر فيس وقتلت في باريس في 2013. شخص يعني عضو في حزب العمال الكردستاني وعضو في الاستخبارات التركية يعني. وعملية مقتل ساكنة جانسس مع قياديتين نسائيتين معها في باريس ما زال يعني يكتنفها الغموض. هل الاستخبارات التركية تقف وراء ذلك؟ هل حزب العمال الكردستاني؟ لكن ما هو موثق أنه الشخص اللي قتل ساكنة جانسس كان منتمي لحزب العمال الكردستاني وللاستخبارات التركية. قرار تصفية ساكنة جانسس، لماذا ساكنة جانسس؟ لم تكن قيادية عسكرية، لم تكن قيادية أمنية، ليس لها دور بارز في صناعة القرار السياسي والعسكري والأمني وحتى التنظيمي، يعني كانت تقريبا مهمشة في هذا الخصوص. الميت التركي لماذا يعني يغتال هذه السيدة، هذه القيادية في باريس؟ يعني سؤال أيضا يبقى محيرا. المهم هي قتلت في باريس. كاسيري يلدرم زوجة أوجلان، وهي من القيادات المؤسسة وكانت ضمن اللجنة الإعلامية، ويقال بأنها كانت أكثر ثقافة ووعي من عبد الله أوجلان. جرى تخوينها وتركت الحزب. الرواية الرسمية تقول أنه تم فصلها وطردها، وهذا غير صحيح. هي التي تركت الحزب في سنة 1987، والآن هي متوارية عن الأنظار، لا أحد يعلم عنها أي شيء، ولا هي تتدخل في الشؤون السياسية ولا تنتقد حزب العمال الكردستاني. محمد جهاد شنر كان من القيادات المثقفة والمهمة جدا ومن السجناء السياسيين. محمد جهاد شنر حضر المؤتمر التأسيسي وبقي في السجون التركية أكثر من 10 سنوات، وكان يعني من القيادات الفاعلة والمؤسسة والمجتهدة في حزب العمال الكردستاني داخل السجن وخارج السجن. في المؤتمر الرابع لحزب العمال الكردستاني طرح بعض الأفكار ومن شأنها تطوير حزب العمال الكردستاني، ورفضت تلك المقترحات، وأصدر أوجلان أمر باعتقال محمد جهاد شنر. هرب من السجن مع يعني قياديين آخرين كان أعضاء لجنة مركزية في حزب العمال الكردستاني. التجأ للحزب الديمقراطي الكردستاني، عاد إلى القامشلي، ويعني كان ينوي يعني يظن يعني الخطأ الكبير والاستراتيجي اللي اقترفه محمد جهاد شنر أنه بإمكانه أن يفتح قنوات مع النظام السوري مع وجود عبد الله أوجلان في دمشق وعلاقاته القوية مع النظام الإيراني مع النظام السوري. توهم يعني أنه بإمكانه أن يفعل شيئا في تلك المنطقة في سوريا وهي ساحة عبد الله أوجلان. فقام حزب العمال الكردستاني بتصفيته في القامشلي بالتواطؤ مع المخابرات السورية. هو تم استهدافه
لكن إصابته لم تكن مميتة، يعني هو النزف يعني وعدم تزويده بالدم جعله يموت. حدث ذلك في المشفى في القامشلي، ورفض النظام السوري يعني وقتها بأمر من الاستخبارات السورية أن يزودوه بالدم، لأنه كان نزف كتير دم، وفقد محمد جاهد شنر حياته. طبعا طروحات محمد جاهد شنر كانت في غاية الأهمية في سنة ال90 في مؤتمر الرابع لحزب العمال الكردستاني بعد تصفية محمد جاهد شنر. تلك الطروحات تقريبا تبناها حزب العمال الكردستاني تقريبا، يعني وهي الاعتصامات والمظاهرات الشعبية، وشهدت تركيا في 91 في 92 وما بعد يعني مظاهرات جماهيرية حاشدة بعشرات الألوف من البشر. محمد جاهد شنر قال أنه الكفاح المسلح وصل إلى السقف، إلى الحد الأقصى. أي استمرارية في الكفاح المسلح هو استنزاف للشعب الكردي ولمقدرات الحزب وللشعب. ينبغي يعني البحث عن حلول وخيارات أخرى. يعني حاول إحداث نوع من الإصلاح أو الحركة الإصلاحية داخل حزب العمال الكردستاني. تم رفض الموضوع من قبل أوجلان وجرى تصفيته بتهمة الخيانة. هذا أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني. 7 علي حيدر قيطان كمان من مؤسسي حزب العمال الكردستاني، وحضر مؤتمر فيس، وفي 2019 يعني فقد حياته. هنالك روايتين، الرواية الرسمية تقول أنه فقد حياته القصف التركي، والرواية المسربة من داخل الحزب أنه لا، الحزب قام بتصفية علي حيدر قيطان لأنه فقد عقله، يعني صار يعني مختل، ما عاد عقله يتحمل الحياة التي عاشها. مين كمان في حسين توبجيدر تم تخوينه من قبل حزب العمال الكردستاني وما زال حي ومتواري عن الأنظار. جميل بايك ما زال موجودا باقي. كرر تم تخوينه وترك حزب العمال الكردستاني وكمان من المؤسسين. شقيق حقيق قرر ترك حزب العمال الكردستاني في 85 وحاليا موجود في تركيا، ويكتب أحيانا في الشأن السياسي باللغة التركية. زوجته هي الحالية، كان هنالك معلومة خاطئة في فيديوهات سابقة، جميلة مركيت. جميلة مركيت كانت زوجة علي حيدر قيطان، اسمها الحركي سحر. هربت من صفوف الحزب وتزوجت من باقي قرار، ويعيشان حاليا، وهي أيضا لا تتكلم ولا تتحدث عن حزب العمال الكردستاني ولا تنتقد، وتعيش حياتها الخاصة. سيف الدين زورلو قتله الأتراك، هذا صاحب المنزل الذي تأسس فيه حزب العمال الكردستاني في قرية فيس في منطقة لجة التابعة لديار بكر. هو أيضا من مؤسسي حزب العمال الكردستاني. عبد الله قمرال قتل في لبنان. الرواية الرسمية لحزب العمال الكردستاني أنه قتل بقصف الطيران الإسرائيلي، وهنالك معلومات مسربة من داخل الحزب تقول لا، الحزب هو الذي قتل عبد الله قمرال من مؤسسي حزب العمال الكردستاني ورقمه 12. علي قندز فر من يعني من صفوف حزب العمال الكردستاني، هو من مؤسسي الحزب، وحاليا يعني صنفه الحزب على أنه خاين. رسول ألتونك من مؤسسي حزب العمال الكردستاني، قتله حزب العمال بتهمة الخيانة. شكري قراقوش أيضا قتله حزب العمال الكردستاني في 1985 في جبال قنديل مع صائمة أكشن. هي أيضا من الكوادر المؤسسة والكوادر الأيديولوجية التي انتسبت لحزب العمال الكردستاني في جامعة أنقرة. حزب العمال قتل الاثنين، قتل صائمة أكشن وشكري قراقوش. علي تشاتينر
كمان من مؤسسي حزب العمال الكردستاني، وترك الحزب وقام الحزب بتخوينه. هو أيضا يعني لا يتحدث حاليا، لا يتكلم في الأمور السياسية. فاروق أوزدمر أيضا من مؤسسي حزب العمال الكردستاني ترك الحزب، وأيضا يعني لا يتحدث عن القضايا السياسية أو يتحدث عن حزب العمال الكردستاني سلبا أو إيجابا. محمد توران قتله حزب العمال الكردستاني سنة 79 وهو من مدينة ماردين، وقتل في منطقة ماردين. طبعا حزب العمال الكردستاني أول عملية اغتيال سياسي، أول تصفية لكوادره كان جلال أيدن بأمر من عبد الله أوجلان، الذي نفذ العملية، عملية القتل شقيق أيسل توغلوك البرلمانية اللي في حزب الشعوب الديمقراطي. شقيقها نسيت اسمه شو بس توغلوك، ومع شاهين دونماس وجميل بايك، الثلاثة قتلوا جلال أيدن، وكان من القيادات المثقفة والبارزة في حزب العمال الكردستاني في 1979. محمد توران هو أيضا في نفس السنة في نفس العام من القيادات المؤسسة وعضو لجنة مركزية في الحزب، تم تصفيته في منطقة ماردين بتهمة الخيانة. شاهين دونماز هو من القيادات المؤسسة ومسؤول التنظيم، كان يعني في المؤتمر التأسيسي تقريبا. عبد الله أوجلان لديه ذراعان أو نائبان، جميل بايك الموجود حاليا وشاهين دونماز، مسؤول عن الملف التنظيمي. هذا الشخص تحت التعذيب اعترف، أصبح يعني من الشخصيات الاعترافية أو التي أدلت باعترافات للدولة التركية. بعد أن أفرج عنه قتله حزب العمال الكردستاني، كان من القيادات المؤسسة للحزب. فرزندا طغاتش أيضا ترك الحزب وقام حزب العمال الكردستاني بتخوينه، لكنه يعني متواري ولا يتحدث في الأمور والقضايا السياسية. دوران كالكان حضر المؤتمر التأسيسي وما زال موجود ضمن حزب العمال الكردستاني. عباس جوكتاش قتله حزب العمال الكردستاني بتهمة الخيانة. إذا نحن الآن أمام 22 شخص من الذين حضروا المؤتمر التأسيسي لحزب العمال الكردستاني. 7 منهم قام الحزب بتصفيتهم بتهمة الخيانة، و6 تركوا الحزب يعني لأسباب مختلفة وقام الحزب بتخوين. إذا أكثر من نصف 13 شخص، بقي 9 أشخاص من العناصر المؤسسة. هنالك الذي فقد حياته، ومن بقي حيا جميل بايك من اللي حضروا المؤتمر التأسيسي، جميل بايك، دوران كالكان، عبد الله أوجلان، واللي حاليا موجودين داخل الحزب. هنالك أشخاص آخرين من المؤسسين تركوا صفوف الحزب، باقي قرار كثيري يلدرم وآخرين موجودين خارج الحزب، لكنهم خواني بالنسبة لحزب العمال الكردستاني. طبعا حزب العمال الكردستاني قام بتصفية الكثير من القيادات البارزة في الصف الأول، أعضاء لجنة مركزية، قيادات ميدانية بتهمة الخيانة. منهم عبد الله إكنجي اللي كان يرأس مجموعة من المجموعات الأولى اللي بدأت الكفاح المسلح، وكان وزنه داخل التنظيم أهم من وزن أو دور معصوم قرقماص عقيد. ومعصوم قرقماص عقيد أيضا يعني الذي فيما بعد صنف على أنه قائد الجناح العسكري، فقد حياته برصاصة من الخلف يعني، وقيل في الرواية الرسمية أنه دخل كمين يعني في كمين للجيش التركي وبعد معركة طاحنة، لكن الرصاصة أتته من الخلف.
وقضية عقيد معصم قرقماز غامضة حتى هذه اللحظة. قيادات كثيرة من حزب العمال الكردستاني أعضاء لجنة مركزية قام الحزب بتخوينها وتصفيتها أو ترهيبها أو تخويفها، يعني من القيادات الصف الأول بالعشرات، ومن العناصر بالمئات، ومن الكوادر والمقاتلين بالآلاف. عبد الله أوجلان في 2008 صرح لمحامي أنه في 2008 أنه عدد العناصر الذين قتلوا داخل حزب العمال الكردستاني 14,000 شخص. 14,000 شخص. طبعا صرح به أوجلان ونسب الموضوع لمنشقين آخرين عن حزب العمال الكردستاني. طبعا الحزب قام بتصفية الكثيرين، مثلا هوغر كان قيادي ميداني في منطقة بوطان، أيضا كان يلماز، وكان حزب العمال الكردستاني من أجزاء كردستان الأربعة. من كردستان إيران قام بتصفية عناصر مثل سيبان روجلات، من كردستان العراق قام بتصفية عناصر وقيادات بارزة داخل حزب العمال الكردستاني، ومن ضمن الأكراد السوريين يعني حدثوا ولا حرج، عشرات الكوادر القيادية جرى تصفيتها داخل حزب العمال الكردستاني، دائما بتهمة الخيانة والعمالة للميت التركي والعمالة للجيش التركي. هل التخوين، ذهنية التخوين وعقلية التخوين والتهمة المجانية، يعني إلصاقها بالناس، والذي يقدم أكبر الخدمات وأصلا يعرض خدماته على الدولة التركية وهو عبد الله أوجلان. والحزب أيضا يلتزم بهذه التعليمات وهذه الخدمات. حزب العمال الكردستاني كان وما زال على علاقة وطيدة ووثيقة مع النظام الإيراني، كان وما زال على علاقة وطيدة ووثيقة مع النظام حافظ الأسد ونظام بشار الأسد. انقطعت العلاقة في سلة 2000 ولغاية 2011، لكن عادت المياه القذرة إلى مجاريها القذرة، يعني في العلاقة ما بين حزب العمال الكردستاني والنظام بشار الأسد الكيماوي. كل هذا وما زال الحزب والمحيطين بالحزب دائما يرشقون الناس بتهمة الخيانة. هوشنغوسي عميل للاستخبارات التركية ويبقى يقبض الدولارات ويقبض الأموال، والآن وصل الدور إلى صلاح الدين دمرتاش، وسيأتي الدور على صالح مسلم وآل دار خليل وكل الشلة وفرقة حسب الله اللي حاليا تطبل لحزب العمال الكردستاني. هكذا يعني إن جرى بحث في تاريخ الحركات السياسية الفلسطينية الكردية العربية الموزمبيقية في أي بقعة من العالم، لن نجد حزبا قام بتصفية كوادره المؤسسة، قياداته في كل تاريخ البشرية للحركات العنفية والثورية وحركات التحرر الوطني، بين قوسين بنفس القدر الذي فعله حزب العمال الكردستاني. وهنالك يعني ما زال هذا الحزب قادرا على الكذب على الناس والافتراء على الوطنيين وعلى المناضلين وعلى المثقفين، وإلصاق التهم وفبركة التهم والافتراءات في حقهم، والناس تلوك تلك التهم وترددها دون أن تبرز أي وثيقة أي دليل على صحة تلك الاتهامات. هكذا بدأ حزب العمال الكردستاني، وهكذا ما زال يستمر، ومع الأسف الشديد سيبقى يعني الباب مفتوحا أمام ضحايا حزب العمال الكردستاني. اليوم صلاح الدين دمرتاش يصار إلى تصفيته سياسيا ووطنيا وأخلاقيا على أنه لم يكن وطني واستسلم للأتراك. حزب العمال الكردستاني لا يعتبر عبد الله أوجلان على أنه استسلم للأتراك،
صلاح الدين دمرتاش الذي لم يقل أن أمي تركية وأريد خدمة الدولة التركية، الآن هو في مرمى التخوين. هل سيبدي صلاح الدين دمرتاش موقفا صلبا مقاوما ثوريا ضد هذه الاتهامات، أم يعني ترتعد فرائسه ويقول ندمان يا سيدي ومن هالقصص؟ يعني أنا لا أعلم. أتمنى أن يثبت صلاح الدين دمرتاش بأنه يعني يستحق هذا الاسم، اسم صلاح الدين، وأنه بالفعل مناضل، وهو إن أراد وقرر فهو بالفعل يستحق أن يكون زعيما كرديا مناضلا ثوريا أصيلا ضد التهمة التركية وضد تهمة جميل بايك وحزب العمال الكردستاني على الحدين، يعني على الضفتين. العبء كبير، المهمة كبيرة، لكنها ليست مستحيلة إن أراد، إن قرر صلاح الدين دمرتاش فعل ذلك. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.